القوات الضاربة الموجودة اللي بقيادتنا وزملائي الضباط المشرفين معي في هذه القوة تتميز بتعدد الأسلحة الموجودة فيها من القوات البرية، سواء كانت هذه الأسلحة متوسطة أو ثقيلة أو أسلحة شخصية. الأسلحة الموجودة تتكون من جميع الهاونات وأنواع الهاونات، إضافة إلى عدد كبير من الآليات المدرعة وعدد كبير من الناقلات، وأيضا عدد كبير من قوات الصاعقة والمظلات. إضافة إلى ذلك يتسمون ضباطها وأفرادها بالمعنويات العالية والتدريب الجيد الفعال. عندهم استطاعة في الوصول إلى أقرب نقطة من الهدف وتدمير الهدف في أقل وقت. يعتمدون على القيام بالفعل وردة الفعل، ممارسين التدريب في المناطق الجبلية بصفة خاصة، وخصوصا الأفراد المترجلين منهم، وأيضا الأفراد المدرعة، الآليات المدرعة يستخدمون الدبابات الموجودة لديهم بعناية فائقة في الجبال وتطويع الجبال للاستفادة من السلاح الرئيسي للدبابة. أما ما يخص أسلوب القتال في جميع أنواع أسلوب القتال فهي تتميز به هذه القوات، وهي بارعة في استخدام الكر والفر، وهذا أسلوب من أساليب القتال الحديثة الذي تعلموه ضباط وأفراد هذه الوحدة، ويستطيعون بإذن الله وبعون الله وبتوفيق الله وبمنة الله أن يحققون النداء المطلوب لهم في الوطن في مدينة نجران.